يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم وائل القاتم بولاية إنديانا المتجمدة، يحييكم ويتمنى لكم اليوم مشاهدة ممتعة. إيه اللي بيحصل في أمريكا اليومين دول؟ وإيه الجو الغريب ده؟ تعالوا لما أحكي لكم الحكاية. الموضوع باختصار إن الشتاء كان معدي، وبص على أمريكا كده من فوق لقى إنه لسه في ناس عايشة. قال إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ لا، ده أنا لازم أخلص عليهم كلهم. قرر بقى إنه إيه، ينزل بتقله. وتقله ده بدأ من أول امبارح بإرسال موجات من الصقيع. يعني أنا عايز أقول لكم إنه درجة الحرارة أول امبارح وصلت تقريبا لسالب 20. والشتاء بقى مش يكتفي بكده، لا، ده قرر إنه يرسل عاصفة ثلجية كبيرة، تبدأ من جنوب الولايات المتحدة مرورا بمنطقة الغرب الأوسط اللي العبد لله عايش فيها، نهاية إلى الشمال الشرقي الأمريكي. يعني ده حتى تكساس ما نجتش من العاصفة الثلجية دي. فاحنا كده تقريبا بنتكلم في 34 ولايه لغايه دلوقتي، و220 مليون نسمه هيتاثروا بالعاصفه دي. يعني احنا كده نقدر نقول تلتين سكان امريكا هيتاثروا بالعاصفه دي بشكل او باخر. طبعا لما بيبقى في حدث جلل زي ده، بيتم تبليغنا وقتها بمده كافيه، اما من خلال القنوات الاخباريه او عن طريق الرسائل اللي بتتبعت من المدينه والولايه. فاحنا تم تبليغنا قبلها باسبوع علشان الناس تستعد. طيب، ايه هي الاستعدادات اللي بتعملها الناس في امريكا لما بيجي لها ظرف مناخي صعب زي ده؟ ده اللي انا عايز اقوله لكم وافرجه لكم في فيديو النهارده. اول حاجه انك بتعمل حسابك انك هتقعد في بيتك، وتقلل مشاويرك قدر المستطاع اثناء مرور الظرف المناخي ده. ولازم تعمل حسابك وكأن الموضوع هيطول وهتقعد في بيتك كتير. وده رغم ان الموضوع احيانا بيبقى بلاغ كاذب، يعني يقول لك انه هينزل تلج كتير وتفاجئ انه التلج اللي نزل ما كانش زي اللي اتقال. لكن مهم جدا ان احنا ناخد احتياطاتنا في كل الاحوال. ليه؟ يعني انا مثلا شفت وثائقي عن اعصار كاترينا اللي ضرب ولايه لويزيانا في 2005. اللي فاقم من الخسائر في الارواح انه في ناس كتيره كسلت تاخد احتياطاتها وتسافر بره المدينه، بسبب ان قبلها بكذا سنه كان دايما يتقال لهم ان في عاصفه كبيره هتضرب الولايه، والموضوع يعني هيبقى صعب عليكم، ويطلع في الاخر الموضوع بسيط، ويلاقوا نفسهم اتكلفوا مصاريف سفر وانتقال وشراء احتياجات طويله الاجل على الفاضي. فالدرس المستفاد انك لازم تاخد احتياطاتك، وانك لازم تاخد الموضوع على محمل الجد، حتى لو انت من جواك حاسس انه الموضوع مبالغه ومش هيحصل زي ما انت شايف. في خلال الفيديو ده انا هوريكم الاستعدادات الشخصيه لي انا، انا بعمل ايه لما بيحصل ظرف زي ده. وفي نفس الوقت برضو هوافيكم بتطورات العاصفه من خلال المنطقه اللي انا ساكن فيها. احنا هنخش بقى دلوقتي نشتري شويه حاجات، اهمها طبعا الميه، استعدادا للعاصفه اللي هتيجي بكره. محدش عارف طبعا هي هتطول قد ايه، فالميه مهم جدا انها تبقى موجودة في البيت بكمية كافية. طبعا كما توقعت العبوات الكبيرة من المية اللي هي فيها 40 زجاجة خلصت. كل جروشري ستور بيبقى عامل كراتين مية باسمه، زي ده هنا مثلا ماير اهو، بس دي العبوات الصغيرة. في بقى العبوات الكبيرة، لان انا مضطر فهضطر اخد بقى ايه الغالية وخلاص. بقى هنعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين الارفف فاضية، يعني ايه، علامة كده على انه في ناس جت سحبت اكل كتير. ربنا يستر، لكن انا شايف الترافيك طبيعي. يعني اول مرة اجي في حياتي ماير وما الاقيش موز. يعني الموز بتاع ماير ده معروف انه جودته كويسة ودايما بيبقى موجود، يعني انا ما بشتريش موز الا منه او من كروجر. بصوا، ولا في موزاية واحدة، يعني ممكن هتلاقي شوية ايه ده خيار، ده مش موز اللي باقي ده. يعني لو كان فيه الخير ما كان رمى الطير. لا، الناس واضح انها ناوية تاخد الاسبوع اللي جاي كله اجازة بالمنظر ده. نيجي نشتري خبز او عيش، وكالعادة اي حاجة انا بشتريها لازم الاقيها منسوفة.
يعني هو ده نوع الخبز الوحيد او العيش الوحيد اللي انا بشتريه، اللي هو انتي ميلز ده ولا خالتي ميلز. كيس واحد برضو مش كفايه، لا في يا جماعه حاجات مسحوبه كتير، في حاجات مسحوبه كتير، الرفوف فاضيه، فالناس ايه عامله حسابها انها تقعد 3 4 ايام في البيت بالمنظر ده كده. من الحاجات المهمه اللي كنت هنساها البيض. علبه موفره شويه ب$4 59 سنت، فيها 24 بيضه حلوين. ماير بصراحه بيبقى عنده موضوع البيض ده حلو يعني. ها نحن ذا انتهينا من عمليه التسوق. درجه حراره الان -16 مئويه. طيب من ضمن تحضيرات الشتاء عموما والعاصفه الثلجيه خصوصا ان يكون معاك الاتنين دول. ده طبعا الشوفل او الجاروف، وده زي ما هو واضح من شكله كده مهمته انه بيشيل التلج وتنظف من قدام بيتك او من قدام الجراج، علشان ايه بيبقى فيه كمية تلج مردومة كبيرة ممكن تمنع خروج العربيات. اما ده مش عصير برتقان زي ما انتوا شايفين كده، ده مكتوب عليه Rain X All Season 2 in 1. ده مهمته الاساسية ان انت بتحطه بدل مية المساحات، ده ما بيتجمدش، فمهما قلت درجات الحرارة ما بيتجمدش. لما بتبخوا على ازاز العربية ما بيتجمدش برضو من الازاز من بره، لانه يعني ممكن ما يتجمدش جوه القربة، لكن لما تيجي تبخ على ازاز العربية يتجمد بره بقى، فتلاقي بقى ايه اللي مؤاخذة الازاز من قدام اتليط وبقى لونه ابيض، وطبعا يعني ده خطر جدا يعني. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا ان لازم تبقى موجودة عندك في بيتك وقت الشتاء. من الحاجات المهمة برضو رش الملح علشان يمنع تكون البلاك ايس اللي بيلزق على الارض. من ضمن برضو الاستعدادات المهمة اللي لازم تعملها لما تنزل كميات كبيرة جدا من الثلوج، انه الدفاية دي تفضل مفتوحة وشغالة. طيب واحد منكم يقول لي طب ما ده امر بديهي، لانه في تلج بينزل يعني اكيد الجو بارد عندك في البيت، فانت محتاج ان انت تدفي البيت على طول. هقول لك انه الدفايه لو اشتغلت لفتره طويله انت بتحرر وبتلاقي نفسك مش قادر تستحمل، فبتضطر ان انت تطفي الدفايه، لانه زي ما وضحنا قبل كده ان البيوت كلها هنا ايه معموله من الخشب. لكن حتى لو حسيت بالحر لازم تخلي الدفايه شغاله. ليه؟ علشان مواسير التدفئه تفضل سخنه على طول وما تتجمدش من درجات الحراره المنخفضه اللي بره ومن التلج اللي بينزل. عايز اقول لحضرتك ان لو مواسير التدفئه دي لو اتجمدت هتبوظ وهتضطر تصلحها بمبالغ كبيره جدا، فلذلك مهم جدا انك تتاكد ان الدفايه شغاله طول الوقت. طيب احنا دلوقتي واقفين في محطه البنزين مستنيين دورنا علشان نعبي بنزين. من ضمن التحضيرات انه لازم العربيه تكون فول تانك، لازم تكون متمونه بالكامل بالبنزين. طيب ما واحد ممكن يسالني ويقول لي طب ما العاصفه الثلجيه لما هتنزل هتردم الطرق وهتردم المداخل والمخارج، والناس هتقعد في بيوتها ومحدش هيستخدم العربيات خالص عشان مش هيعرف يمشي بيها، فايه فايده ان انت تعبيها فول تانك؟ الفكره انه العربيه لما تكون متعبيه فول تانك بتشكل لك ملاذ امن ليك في حال لو لا قدر الله انقطع التيار الكهربي عن بيتك او عن المنطقه اللي انت ساكن فيها. ليه؟ لان احنا في شتاء ودرجات الحراره تحت الصفر بكتير، يعني احنا بنتكلم ممكن دلوقتي -16 او حاجه. فلو انقطعت التدفئه عن البيت هيبقى الحل الوحيد ليك انك تركب عربيتك وتقعد فيها وتشغل الدفايه، تدفي جسمك وتدفي اولادك معاك. فالعربيه لو مش متفوله كويس ده هيستهلك بنزين كتير. فزي ما قلنا ان التحضيرات لازم تعمل حسابك ان انت هتقعد اطول فتره ممكنه في البيت، حتى لو الموضوع كله رسي على فشوش وعلى ما فيش ومنزلش تلج ولا اي حاجه. بس هي دي الحياه هنا كده. المفروض الحفله هتبتدي الساعه 7، حفله العاصفه الثلجيه، ودلوقتي الساعه 4:30 العصر. لا في تلج، وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم اروح بيتنا فورا.
الساعة دلوقتي 5 المغرب، وده شكل الشارع قبل هبوب العاصفة، علشان ايه نصوره بكرة ان شاء الله، ونشوف هيبقى ايه الوضع لما العاصفة تكتمل، ونشوف ايه هنقدر نشوف الاسفلت تاني ولا لا. ها نحن ده الساعة 7 مساء، يعني ايه مفيش حاجة نقدر نقول عليها شديدة قوي، ولكن هو بينزل باستمرار دون انقطاع، وابتدى يغطي الشجيرات اللي موجودة هنا والحاجات دي. لسه هي متابع كده ايه مع كل شوية كده ونشوف هترسى على ايه. مش عايزين نروح الشغل يوم الاثنين يا جدعان. دلوقتي الساعة 2 صباحا، الواحد مش جاي له نوم بصراحة، وده منظر الشارع لسه برضه لسه، بس ايه يعني إيه كأن السما بتمطر بس تلج. يعني عادة التلج هي لما بيبقى خفيف بيبقى متطاير كده، انما لا ده نازل كأنه مطر كأنه مية، لأن الرياح بتزق طبعا التلج ده من أماكن تانية وبتجيبه هنا إلى جانب التلج الطبيعي اللي هي محملة بيه. أنا حاسس إن أنا بستحمى تلج، المنظر كأننا فوق سطح القمر. إحنا النهاردة أهو صباح يوم الأحد ديسمبر يناير 25. أنا مش عارف أخرج الشارع، يعني بصوا رجليا غرزت خلاص، يعني أنا لو غوطت أكتر من كده ممكن أغرق. يعني مش هقدر أصور لكم من نفس النقطة اللي أنا صورت منها امبارح، والمفروض ان الوضع ده هيفضل مستمر لحد بكره الساعه 7 الصبح. الفكره هي ما بتنزلش بقوه وبسرعه زي العواصف الثلجيه القديمه، لكنها مستمره لمده طويله. انا معرفش اللي ده كانوا عربياتهم في ناس اهي خارجه، يا لهوي بصوا الجزمه، ناس هناك اهي عماله تلعب عيالها، والعيال طبعا بيحبوا الاجواء دي جدا بس ممكن يعيوا. يا نهار ابيض الشارع مش باين. دلوقتي الساعة 5 مساء يوم الحد 25 يناير، عدى 24 ساعة كاملة على الفيديو اللي أنا صورته امبارح قبل ما الدنيا تتردم بالمنظر ده. بصوا الشجرة، علما بإن إنديانا أصلا ولاية بينزل فيها تلج صحيح لكن مش بكميات كبيرة. الله يسترهم الجماعة بتوع ال HOA جم جرفوا المنطقة دي وعملوا لنا ممشى نتمشى فيه شوية كده. زي ما انتم شايفين هناك دي المعدات بتاعت الجماعة بتوع ال HOA. ال HOA دول زي اتحاد الملاك عندنا كده في مصر، بيلموا طبعا ايجارات من المشتركين من السكان، مبلغ قصدي يعني كل شهر. المبلغ ده بقى ايه للنظافة العامة عشان يحافظوا على الحالة العامة للمكان، يعني يشيلوا التلج لما ينزل تلج بالمنظر ده، يقلموا الزرع ويقصوا الحشيش بانتظام في الصيف. فده مش من الحكومة، ده طبعا من مالك وجيبك الخاص. ده المنظر من الساحة الخلفية عندي، ده تعليق، ده تعليق. بس كده، دي كانت مختصر التحضيرات اللي انا بعملها في الظروف الطارئة اللي زي دي. ويمكن خليني اقول ان انا واحد من الناس اللي ما بتحبش تبالغ قوي، وكانت التحضيرات بتاعتي متحفظة. يعني انتوا زي ما انتوا شفتوا كده انه في ناس انتابتها حالة بانيك او حالة ذعر،
ونزلت يعني نسفت المواد الغذائية من الgrocery stores. يمكن السوبر ماركت اللي أنا كنت فيه ده سوبر ماركت الرجل عليه خفيفة أساسًا، مش زي ما هواش Walmart ولا Target، ما هواش اسم من الأسامي الكبيرة، ومع ذلك لقيت فيه أرفف فاضية كتير، فما بالكم بقى بالأماكن المعروفة زي Walmart وTarget وAldi. شُفت صور وشُفت فيديوهات كتير، يعني الأرفف منسوفة بالكامل. في ناس منهم عندها حالة ذُعر فعلًا وخايفة على نَفْسها إنها تتحبس ويحصل لها lockdown، وفي ناس تانية يقول لك لأ، يعني إيه، دي فرصة حلوة كده ناخد لنا يومين 3 إجازة على حِس موضوع الإيه، الجليد ده. فأنا عامةً باصف تحضيراتي زي ما قُلت إنها متحفّظة شوية. في ناس كتيرة بتحب تزوّد عن اللي أنا عملته، سواء من شِرا مواد غذائية أكتر، أو إن هم مثلًا يشتروا generator. ليه؟ لإنه زي ما قُلت كده إنه وارد جدًا التيار الكهربي ينقطع، والكابوس الأكبر اللي ممكن يواجه أي حد قاعد في بيته هنا في أمريكا في الشتا، إنه الكهربا تنقطع عليه، لإنه التدفئة مرتبطة بالكهربا للأسف. ففي ناس بتحب تجيب generator علشان تدّي لنفسها مصدر للطاقة ومصدر للكهربا لو انقطع التيار الكهربي، ولكن أنا مُكتفي فقط بتعبئة البنزين في العربية علشان يعني إيه، تعمل دور الgenerator، وإن شاء الله يعني الموضوع مش هيطوّل كتير. عايز أقول إن ولاية إنديانا من الولايات اللي أُعلنت فيها حالة الطوارئ، وتم اعتماد حالة الطوارئ من الرئيس ترامب، وده معناه إنه هيُستخدم موارد فيدرالية من قِبَل أمريكا نفسها، مش من قِبَل الولاية، علشان يعني تعمل إصلاحات أو تدفع تعويضات في حال مثلًا إنه الموضوع يعني لا قدّر الله أسفر عنّه نتايج مش كويسة. المفروض إنه بُكرة إن شاء الله على الساعة 19:00 هتنتهي هذه العاصفة، هتكون ثابت على الأقل 12 إنش من الsnow، يعني ارتفاع في حدود 25 ل30 سنتيمتر من التلج. في إنديانا دي ولاية ما بينزلش فيها التلج بكميات كبيرة أوي، ولكن في ولايات تانية ممكن تبقى الارتفاع أعلى من كده، ممكن يبقى ضِعف الرقم ده. المدارس تم إلغائها بشكل رسمي، جالنا النهارده إيميلات مكالمات مسجلة من الإدارة التعليمية إنه بُكرة هيبقى e-learning، يعني تعليم عن بُعد. الstudents أو الطلبة بيبقوا معاهم الlaptops بتاعتهم، وبيفتحوا يعملوا assignments، وبيدّوا لهم حاجات كده بيعملوها على أساس إن اليوم ما يضيعش. العبد لله طبعًا مش هيبقى عنده e-working، ف في الغالب أنا هاخد أجازة بُكرة. وهو كل الناس عاملة حسابها إنها تقريبًا هتاخد أجازة بُكرة، إن ما كانش في إعلان رسمي من الشغل إنه هيتم وقف العمل بُكرة. يعني هم جمعونا يوم الجمعة وقعدوا يقولوا لنا في تلج هينزل وبتاع، وأهم حاجة سلامتكم وسلامة هَم وحسن والكلام اللي بالكم منه ده، واللي ما قدرش ييجي يعني فيما معناه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ما يجيش ويقدّم من الأجازات، من رصيد الأجازات اللي عنده. خلّيني أقول لك إنه أغلب الشركات في الأوقات اللي زي دي ما بتتحمّلش أجازات الموظفين. يعني في بعض الشركات كcourtesy يعني يقول لك لأ، ده برّه إرادة الموظف، فأنا هاتحمّل التكلفة دي عنّه. لكن شركات تانية كتير بتقول لك لأ، أنا كفاية إن اليوم ده أساسًا اتوقف الإنتاج فيه وأنا ما اشتغلتش فيه، فمش هاقدر كمان إن أنا أتحمّل رواتب الموظفين فيه. ففي الغالب بُكرة هيبقى يوم من جيوبنا يعني. بس طبعًا أهم حاجة السلامة، لإن أنا ما اقدرش أسيب بيتي في ظرف زي ده، وما أعرفش الطرق هيبقى فيها إيه بُكرة يعني. بس، فأتمنى إن أنتم تكونوا استمتعتم بالفيديو، ادعوا لنا كده بالسلامة ويبعد عننا شر الحوادث. ولو عجبتكم الحلقة لا يعني تنسونا بلايك وشير وسبسكرايب، الحاجات دي بترفع من معنوياتنا وبتشجعنا إن إحنا نقعد ونعمل محتوى ليكم. والأهم من كل ده إن أنتم لا تنسونا من صالح دعائكم. بس كده، خلّينا نختم ونقول سلام عليكم.